تخيلي ان ابنك عنده درس مهم والمدرس قاعد مستنيه وانتي وباباه قاعدين تلفوا تدوروا عليه عشان تطمنوا هو حضر ولا لا، وهو قاعد على قهوه مع اصحابه بيضحك ومبسوط ولا همه مذاكره ولا امتحانات ولا مستقبل. يرجع البيت يقول تقلقوش هتظبط، وهو اصلا مش ناوي يظبط اي حاجه. طب تعالي نسال السؤال الحقيقي، هو الشاب اللي بيهرب من المذاكره مين اللي رباه على انه يهرب؟ الكارثه مش في تصرفه دلوقتي، الكارثه في السنين اللي قبلها. الاهالي بتلف حوالين نفسها، تحسي ان الابن هنا ملوش هدف، مفيش إحساس بالمسؤولية، وعايش كأنه ضامن إن الحياة ماشية لوحدها، لكن الحقيقة ولا أي حاجة ماشية، هو بس اتربى مش متعود يشيل أي حاجة على كتفه. طب إيه السبب؟ الحماية الزايدة وحل المشاكل بالنيابة عنه، كل ما يغلط حد يصلح مكانه، كل ما يفشل حد ينقذه، فكبر وهو مش شايف إن حياته مسؤوليته. والمذاكرة اتربطت بالضغط مش بمعناها، دايما يقولوا له ذاكر لحسن تسقط، فدماغه حفظت إنها شيء مؤلم، بدأ يهرب منها. عدم تدريبه على إدارة وقته من زمان، اللي ما كانش بيذاكر نص ساعة لوحده وهو صغير مش هيذاكر ساعتين لوحده وهو كبير. السوشيال ميديا والقعدة مع أصحابه أسهل، لما هو حياته كلها متعة فورية هيروح للمذاكرة ليه؟ وهي بالنسبة له مملة ومش مهمة. الأهل هم اللي بيدرسوا وبيذاكروا بداله، أبحاث، ملخصات، مراجعات، فهو خلاص اتعود أهلي شايلين عني، ملوش لزوم أتعب. طب إيه الحل؟ إزاي ما نخليش ولادنا يوصلوا للمرحلة دي؟ ده يحمليه مسؤولية مستقبله من أول إعدادي، ما تنقذيهوش، تابعيه من بعيد. لازم تكون المذاكرة قراره هو، خليه يذاكر بالدقايق مش بالساعات. 30 دقيقة 4 مرات يوميا هتدي نتيجة أفضل من خناقات طول اليوم. افصليه عن المكافآت الفورية وقللي وقت أصحابه والسوشيال ميديا قبل المذاكرة. العقل محتاج هدوء علشان يشتغل، وسيبيه يواجه نتائج تصرفاته. لو سقط في امتحان صغير دي فرصة إنه يتعلم من غلطه، ما تنقذيهوش. لازم تحترمي وقته وقراراته، لكن لازم تحطي حدود. قولي له اختار وقت المذاكرة اللي يناسبك، لكن لازم نخلص مهام اليوم الأول قبل أصحابك. اربطي له المذاكرة بشغفه، هو عاوز يبقى ايه لما يكبر؟ دكتور، مهندس، مبرمج، مصمم. اربطي له الدراسة بالهدف مش بالخوف. في النهاية ابنك مش هيبقى مسؤول فجأة، المسؤولية بتتبني كل يوم من وهو صغير. واستمري واصبري، ما تزهقيش. انك تبدأي متأخر احسن من انك ما تبدأيش خالص. اكتبي لي في التعليقات انا هساعد ابني يبقى مسؤول.